هو انت ازاي سايب نفسك كده شغال في وظيفه بتاخد لك 6 7000 جنيه في الشهر، هتروح تشتري عربيه نيسان صاني بالقسط وهتعمل 54000 جنيه في الشهر؟ لسه كده شايف فيديو لاحد الاشخاص المحترمين اللي طبعا تقريبا محتواهم بيتكلم على العربيات، بقول يا جماعه الناس اللي هي وظيفه ديت تاخد لها 6 7000 جنيه، طب ما يا سيدي طلع ال 350000 اللي انت شايلهم تحت البلاطه وهاتهم وروح حطهم تقديمه في عربيه نيسان صني. عماد مأكد له ان هو بيعمل في اليوم 1800 جنيه صافي، يقول لك هتشتغل كل يوم 12 ساعه متواصلين هتعمل 1800 جنيه في الشهر، هتعمل 54000 جنيه، هتدفع قسط العربيه على مده 3 سنين، بعد 3 سنين انت العربيه بقت بتاعتك وانت معاك فلوس. سند بكلامه ده على فيديوهات وعلى سكرين شوت لبعض الكباتن، ما تفهمش بقى ابن خالته بعتهم له ولا مين بعتهم له، او هو جابهم من جروب حطتهم في الكومنتات، قال لك بص يا جماعه الناس اللي بتشكك في كلامي اهو الناس بتعمل الارقام دي عادي. انا مش هشكك في كلام الراجل ده ولا هعيب فيه لانه ممكن يكون نيته خير، يعني هو بيقول لك مثلا انت زانق نفسك في وظيفه بمرتب ثابت، يا سيدي طب ما تطلع من الحته ديت وتشتغل وتطور من نفسك وتحسن من دخلك، حاجه كويسه مش وحشه. لكن اللي استفزني بصراحه في الفيديو واللي انا طالع اعلق عليه ان هو بيتكلم ببساطه شديده جدا، قال لك ايه يا جماعه، ايه يا جماعه بتاخدوا ما تشتغل يا سيدي وتعمل 1800 جنيه كل شهر، وكأن الرقم دوت سهل جدا ان هو يتعمل، وما اتكلمش على خطوره الموضوع بتاع الاقساط ده. يعني انت بتتكلم مثلا عشان تحط 350 وتقسط نيسان صاني هيبقى لك مثلا على 3 سنين بتاع 700000 جنيه ولا حاجه، فرنج القسط بتاعك هيكون 19 او 20000 جنيه. طبعا رقم مرعب يا جماعه والله بجد، يعني خصوصا في عربيه ماشيه في الشارع الناس كلها بتلوش فيها. دايما بقول لك ان مشكله الاقساط يا جماعه مش انا هقدر ادفع المبلغ ده ولا لا، يعني حد بيقول لي انا دلوقتي هجيب عربيه قسط 5000 10000 15000، فهي المشكله مش في القسط على قد ما المشكله يعني الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل في عربيه انت ملتزم تدفع الرقم ده كل شهر، عربيه ممكن تتخبط، انت ممكن تشتغل ما تشتغلش، فانت ملزم بالرقم ده كل شهر، خصوصا لو انت مالكش دخل اساسي يغطي القسط ده. تانية ان انت بتتكلم في مبلغ 1800 جنيه في سواقه 12 ساعه، الموضوع مش بالسهوله اللي انت بتتكلم فيها دي. لو قدرت تعمل المبلغ ده في يوم ممكن اليوم اللي بعده ما تقدرش، ممكن لو شغل الشتاء غير شغل الصيف، شغل الحد غير شغل الجمعه، فالموضوع ملوش حسبه وملوش رقم ثابت. الحاجه الاهم ان مش كل الناس بتحب الشغل ده يا جماعه، يعني في ناس بتروح تجيب عربيه بالقسط تكون متحمسه تنزل تشتغل تلاقي الشغلانه نفسها مش جايه معاها، فبيفضل يا عيني شغال علشان بس يدفع القسط او يا اما تبيع عربيته بتكمله اقساط. في ناس تانية بتحب الشغلانه جايه معاها، هي عامله علاقات معاها، تليفونات معاها، شغل بره البرامج اصلا، فهو تلاقيه بقى بيأجر عربيه، تلاقيه بيجيب عربيه بالتقسيط، تلاقيه بيعمل اي حاجه بناء على هو دنيته، عارف بيمشي دنيته ازاي، عارف شغله عامل ازاي، فهو بقى يعني هو راجل خلاص بقى عنده خبره في الشغلانه وقادر يحدد انا اقدر اجيب قسط، ولو جبت قسط اجيب قسط قد ايه، ولو جبت عربيه هجيب ايه، فهو خلاص عرف دنيته ماشيه ازاي. لكن دايما اللي بيجرب ده ما يجربش في عربيه قسط، ممكن يجرب في عربيه ايجار، ممكن يعني يشتغل الاول يشوف هو ممكن يوفر نفسه كام، لان برضه زي ما انت عارف كل واحد فينا مصاريفنا غير التاني، الشغلانه ممكن تكون فاتحه بيت مناسبه لناس كتير قوي، ولكن ناس تانية تقول لك لا مش جايبه همها معايا. انت بنفسك اللي تقدر تحدد انا اقدر اجيب عربيه بالقسط ولا لا، ولو جبت اجيب عربيه قسطها كام، وانت بنفسك اللي تقدر تحدد الشغلانه مجزيه بالنسبه لك ولا لا.